برنامج رامز ليفر الوحش اللي بيقدمه رامز جلال على MBC مصر عامل جدل كبير في رمضان السنة دي. بين ناس شايفاه ترفيه عادي، وناس شايفاه إن فيه تجاوزات وضغط مبالغ فيه، وده اللي هتكلم عنه النهارده بكل وضوح. ما تسيبش الفيديو واسمع معايا الفيديو الآخر. خلينا نتكلم بصراحة. فكرة المقلب في حد ذاتها مش مشكلة، الضحك مش حرام والترفيه مطلوب، لكن لما المقلب يتحول لضغط نفسي حاد وصريح وإحراج ملايين الناس، هنا لازم نقف. في رامز ليفر الوحش الفكرة مش مجرد مفاجأة خفيفة، احنا بنتكلم عن رعب متعمد، توتر عالي، وأحيانا ألفاظ أو تعليقات تقلل من الضيف قدام الجمهور. السؤال المهم، هل الضحك لازم يبقى على حساب كرامة حد؟ هل طبيعي إن مشهد خوف حقيقي يتحول لمادة للترند في رمضان تحديدا وقت لمة العيلة؟ هل ده المحتوى اللي يناسب يتشاف وقت الفطار، ولا بقينا نتفرج وخلاص عشان اتعودنا على كده؟ ادي الفكرة اللي حبيت اتكلم فيها. خلينا نتكلم بصراحة، حاجة مرفوضة جدا إن برنامج زي برنامج رامز جلال يبقى مليان شتايم وألفاظ خارجة، وده يحصل على شاشة كبيرة زي MBC مصر في رمضان. ورمضان المفروض يكون شهر هدوء واحترام ولمة عيلة، مش مكان للسباب أو الكلمات البذيئة. بس البرنامج بيعرض ضيوف في مواقف توتر وصراخ وكلام أحيانا مش مناسب للأطفال أو حتى للكبار اللي عايزين جو مناسب للشهر الكريم. السؤال هنا واضح، هل ده طبيعي ان احنا نتفرج على ناس بتتهان قدام ملايين المشاهدين وكلام خارج يبقى ترفيه؟ هل ده محتوى يليق برمضان؟ النجاح بالترند او المشاهدات مش مبرر اننا نتجاوز حدود الادب، خصوصا في وقت مفروض يكون قيم فيه، كله قيم واحترام في رمضان. الضيف بيجي بيبقى عارف ان معمول له مقلب، بس الفلوس والدولارات والفلوس بياخدها وبطبل، والناس يا عيني مضحوك عليه، وكل عارف ان البرنامج متفبرك والمشاهد عارف، والضيف جاي عارف ان البرنامج بتاع رامز جلال ده عارف ان معمول له في مقلب بس عشان الفلوس، وشتايم وقلة أدب ومسخرة، وإحنا في شهر كريم. المفروض يعني البرامج دي يكون برنامج قيم تفيد الناس مش تضرها. منزل لي برنامج واحدة بتشتم فيه، واحدة بتقل أدبها فيه، وناس بحالة بتصقف وناس بحالة بتطبل وفرحانة وبتاع. هل ده يليق بالشهر الكريم أو حتى يليق بالمشاهد المصري اللي عاوز حاجة كويسة، والأطفال اللي بتجلدها لما تقول ألفاظ وحشة؟ دي اللي حبيت أتكلم في الفيديو ده. ولو كلامي عجبك اعمل لي متابعة على الفيسبوك، ولو بتشوفنا على اليوتيوب اعمل لي اشتراك للقناة.